يوميا عشرات الآلاف بيزوروا المتحف المصري الكبير، والسؤال دلوقتي إزاي الدولة بتقدر تنظم الزحمة وتحافظ على الآثار؟ من أول ما المتحف المصري فتح أبوابه للناس في بداية نوفمبر 2025 والناس حرفيا واقفة طوابير عشان تدخل تشوف تاريخ بلد. الأعداد كبرت لدرجة إن تقريبا متوسط الزوار وصل ل 19,000 زائر في اليوم. وعشان نحافظ على المتحف بدأت الدولة تاخد خطوات لتنظيم الدخول، خصوصا في نهاية الأسبوع والأعياد، وبقت بتحجز التذاكر أونلاين عشان يمنعوا التكدس. كمان الإدارة أعلنت عن مدونة لسلوك الزائر، يعني قواعد لازم نمشي عليها جوه المتحف، زي ممنوع لمس القطع الأثرية، ممنوع تصوير بشكل يضايق غيرك أو يؤذي القطع، ولو حد تجاوز القواعد الإدارة من حقها تخرجه فورا. وفي كلام عن غرامات كمان للي يخالف ده. الموضوع مش إجراءات وخلاص، الفكرة إن المتحف ده مش مجرد مبنى، دي واجهة مصر قدام العالم. وفي النهاية الحفاظ على المتحف مش دور الحكومة بس، ده دورنا كلنا، لأن اللي جوه المتحف ده مش آثاره بس، ده تاريخنا واسم بلدنا.